الله. السلام عليكم خويا صباح. عليكم السلام. والله يا خويا انا جاي اتكلم وياك بموضوع السجناء. انت مو تقولين دكتورة؟ لا انا مو دكتورة، أنا أقيم البصرة. لا اكو دكتورة نور. اها. السجناء تكلمنا بيهم، السجناء اول بارحة وتكلمنا على كل السجناء مظلوميتهم، وان شاء الله المظلوم يطلع. ان شاء الله يطلع، ان شاء الله ايام قليلة خلينا نخلص من هاي الحكومة ومن هاي الاحزاب. والله يا اخويا تعبنا يعني احنا كل واحد عندنا 5 أطفال و6 أطفال يا اخويا، والزلم بالسجناء. يعني انا صاحبة 6 أطفال وابوهم مسجون 20 سنة، يعني 20 سنة انا ذول ال6 أطفال يعني شلون راح اعيشهم؟ منين اجيب لهم اعطيهم 20 سنة؟ والله يا اخويا وين مسجونين؟ بالبصرة سجن ابو حمدان. يعني ظلم السجناء شي فوق شي صايرت لك. كيلو البامية يبيعون عليهم بالحانوت ب20,000 دينار، ب20. والله احنا الامهات يعني منين نجيب ونعطيهم؟ منين نجيب لهم؟ يسمعونك بعد. يعني ماكو، تروح للسجناء ملابس ماكو، باكيت جقاير ما يخلون يطببون عليهم، ملابس ما يطببون عليهم، مكانات ماكو. السجناء تبكي. والله قبل فترة رحت لقيت مرة كبيرة، يعني والله أنا قلبي انكسر عليها. قلت لها حجية ليش تبكين؟ كانتها وياها تقول ابنها خطية طاق غسيل وشامريه بوحدة بالغرفة، بغرفة شامريه بوحدة، والحجية تبكي على ابنها ولا كان واحد يشوفها يضحكون عليها. يعني احنا هم خواتكم العراقيين، يعني اخوي احنا تعبنا العراقيين عايشين بذل، عايشين بفقر، الله ينتقم منا الظلام. يعني احنا كل سنة قلنا بلكي هالسنة يتغير، يعني احنا سنة تجي انقص من سنة، احنا يا سنة تجي انقص من سنة، ما شايفين يعني سنة من السنين فد يوم راحة سعادة خير.